أشهر شفرة ما اتحلتش في العصر الحديث لحد دلوقتي هي شفرة ريكي ماكروميك. ودي مش بس شفرة، ده الدليل الوحيد على حل جريمة قتله اللي كلها غموض وخبايا ودهاليز غامضة، واللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هل ريكي اتقتل ولا مات موتة ربنا عادي. وشفرة ريكي هي أكتر لغز ما اتحلش وحير كل المحللين اللي ليهم في الشفرة في العالم لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي. الحكاية كلها بدأت يوم 30 يونيو سنة 99 وفي إحدى حقول الذرة بالقرب من ولاية مايسوري. لاحظت واحدة ست وهي سايقة عربيتها على طريق رقم 367 وجود جثة فيه، وأول ما شافتها اتخضت جدا وكانت هتموت من الخوف. بس بسرعة كلمت الشرطة اللي جم على طول، وفي نفس الوقت لما جت طلبت الطب الشرعي. وبعد الفحوصات ورغم تحلل الجثة الكبير بسبب الوقت وعوامل الجو، إلا إن الشرطة قدرت تحدد هوية المجني عليه من بصمات صوابعه، واللي كان شخص اسمه ريكي ماكروميك. كان سنه 41 سنة وكان ساكن في نفس الولاية. وبعد كده الشرطة بدأت تبحث في تاريخ المجني عليه عشان توصل لحاجة، وطلع ريكي مواليد 14 يونيو سنة 1958. وريكي ما كملش تعليمه لأسباب أسرية ومادية، وكان عايش بشكل منقطع مع والدته المسنة. كانت حياته غريبة وفوضوية لحد كبير، ده غير انه كان مريض بأمراض مزمنة زي القلب، مشكلة تانية في الرئتين، وكان عاطل عن العمل بس كان بياخد فلوس من إعانة الإعاقة. ورغم انه ما كانش متجوز إلا انه كان ليه 4 أطفال، وكان عنده سجل سوابق واتحكم عليه ب3 سنين قبل كده بتهمة اغتصاب قاصر. وده كان تقرير الشرطة على كل تفاصيله. ولما الشرطة بدأت تبحث تاني وتدور عن تحركاته في اليوم اللي اتقتل فيه، لقوه انه اخر مرة كان موجود فيها على قيد الحياة كان قبل 5 ايام من العثور على الجثة. كان بإحدى مستشفيات سانت لويس وكان بيعمل حبة فحوصات طبية. وفي البداية استبعدت الشرطة انه يكون موته ده يكون عبارة عن جريمة قتل، وده بسبب ان محدش بلغ عن فقدانه اصلا، وان مفيش دوافع لقتله. ولو ان كان في بعض الدوافع ولكن استبعدوه صغر سن المشتبه بيهم، وكان عندهم حجج لوجودهم تاني وقت وقوع الجريمة. بس ما قدرش الطب الشرعي انه يحدد السبب الدقيق للوفاة، لان ما كانش فيه لا طلق ناري او حتى جروح بسكينة واضحة او اي كدمات نهائيا على ان فيه اي عنف حصل. لكن الغريب في القضية دي ان ريكي اتقتل على مسافة 10 اميال من منزله، وما كانش معاه رخصة سواقة او حتى عربية. السؤال هنا ازاي ريكي وصل للمكان ده في الوقت ده؟ وكانت جريمة قتل ريكي زيها زي آلاف الجرائم مجهولة الجاني، او ان اللي اعتقدته الشرطة على الرغم من تحقيقاتها الكتيرة، الا ان في النهاية القضية اتأيدت ضد مجهول واتنست القصة والموضوع خلص لحد هنا. بس حصلت مفاجأة بعد 12 سنة من الجريمة، لما قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بقلب موازين القضية اللي تخيل الجميع انها اتقفلت من زمان. لما رجع مكتب التحقيقات الفيدرالية وخرج تقرير رسمي من عنده بيقول ان موت ريكي كانت جريمة قتل مش وفاة عادية. وطبعا كلكم اكيد بتسألوا هو ايه اللي فتح القضية مرة تانية اصلا؟ تعالوا نرجع لورا وقت الجريمة، وانا هقول لكم وقت ما حصلت الجريمة دي ولقوا جثته. لقوا معاه ورقتين شكلهم غريب ومش مفهوم، وما قدروش حتى يعرفوا دي لغة ايه، لانه كان مكتوب عليهم رموز وارقام شبه الشفرة، وخبوها على جنب وما اعلنوش عنها خالص في اي مكان. وكانوا بيحققوا فيها على جنب بعد ما اتأكدوا ان ده نوع من انواع الشفرات، وان فك لغز موت ريكي هيكون لما يحلوا الشفرة. والأكتر من 10 سنين حاولت وحدة تحليل الشفرات في الاف بي اي بكامل مواردها حلها، لكن ما وصلوش لأي نتيجة خالص. ده على العكس تماما، ما قدروش حتى يحلوا جزء منها. ولما يأسوا وما قدروش يفكوا رموزها نهائيا، راحوا رايحين فاتحين القضية مرة تانية وعرضوا الشفرات على كل الناس على أمل إن حد يقدر يحلها، أو حد حتى يبقى عارف الأرقام والرموز دي بتنسب لإيه.
وفعلا بدأت الناس بالبحث عن الحلول، وبنوا نظريات كتيرة جدا زي نظريات المؤامرة وغيرها. أما أسرة ريكي فقالت إن ابنهم كان مهووس دايما بالشفرات، وكان بيحب إن يحلها بنفسه ويكتب عنها، ولكن الغريب في الشفرتين دول إنهم ما شافوهمش قبل كده في أي مكان مع ريكي نفسه. والشفرات دي كانت عبارة عن حروف وأرقام كتيرة زي 71 74 75، وكانت متكررة أكتر من مرة. وظهرت عدة نظريات بتقول إن كده ممكن تكون الأرقام دي دليل على الطرق السريعة، أو إنها إشارات لأماكن بيحصل فيها تجارة مخدرات أو سلاح أو مافيا. وقالوا إن أكيد ريكي نفسه كان متورط في حاجة زي كده. ونظريات تانية قالت إن الأرقام دي مجرد تضليل وتشتيت فقط كان عامله ريكي عشان لو حد مسكه محدش يعرف هو كان فين. لحد ما قال داني أولسون رئيس وحدة تحليل الشفرات إن مؤمن بإن ريكي هو اللي كتب الورقتين دول، وإنه مقتنع جدا إن اللي مكتوب فيها هي الأماكن اللي ريكي كان موجود فيها قبل ما يتقتل على طول. ده مش بس كده، ده قال كمان إن ممكن يكون وسط الحاجات دي اسم القاتل. بس برغم كل ده إلا إن لحد النهاردة قضية شفرة ريكي مفتوحة وما اتحلتش لحد دلوقتي. والملاحظات المشفرة على الورقتين مدرجين حاليا كواحدة من أهم الشفرات اللي استعصى حلها في العالم. بصراحة رغم التفسيرات المحتملة دي كلها لحل الشفرة، إلا إن محدش فسر ريكي نفسه مات إزاي. وأظن إنهم لو كانوا عرفوا كان ده هيحل لهم جزء كبير من الشفرة اللي مكتوبة. يا ريت اللي عنده أي حكايات عن شفرة ريكي يكتب لنا في الكومنتات. أما بقى اللي عنده أي سؤال أو اقتراح برضه يسيبه هناك، وأكيد هقراه وأرد عليه. واللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهرة قدامكم فوق دلوقتي لو انت بتتفرج على يوتيوب، ولو انت بتتفرج على اي منصة تانية هتلاقي اللينك في اول كومنت. واوعوا تفتكروا ان دي النهاية، لسه في كتير. هنتقابل تاني. رامز عادل، المغبى أنجي.